هو ايه اللي خطفتي جوزي؟ هو كلب جولدن؟ ده حتى الكلاب ممكن تعض اللي يجي جنبها لو مش صاحبها، الا بقى لو رميتي له عظمه او شويه لحمه لا مؤاخذه. اصل خدي بالك، في كلاب لو شافوا اي لحمه ممكن يبيعوا ابوهم عادي، ما يقدروش يقاوموا اللحمه خالص. الكلاب من دول يشوفوها يتهبلوا ويتنططوا ويطلعوا لسانهم ويريلوا، والكلام ده طبعا يمشي على الكلاب الحقيقيه والكلاب التانية. مفيش راجل بيتخطف ولا ست بتلعب على راجل. الجملتين اللي شبه شماعات التوحيد والنور البايظه دول تقوليهم لواحده عايزه تخطف ابنك اللي لسه بيسنن، مش جوزك اللي قرب يفنش. فكل واحده عندها خروف تربطه كويس وتعلفه كويس وتملى عينه كويس، مع ان والله هما ما بيملاش عينهم غير التراب، لان يا مدام جوزك ما بيقولش ان هو متجوز، وبنكتشف بعد فوات الاوان. فبيبقى شكلك وحش وشكله وحش وشكل المسكينه اللي ملهاش ذنب وحش، وحتى لو ليها ذنب وعارفه ان هو متجوز، مش هي اللي خطفته. جوزك راجلك اللي ملو هدومه وقد الباب هو اللي راح لها وقال لها كلام حلو وبعت لها رسائل، والله لو شفتيها هتتجلطي مني. ومش هتكملي باقي الفيديو ده. الراجل هو اللي بيروح برجليه ويفضل يزن 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 ويلف ويدور عشان قال ايه نفسه يتدلع ومراته نسيت الدلع. حسن شغلي يا حسن الاسطوانه، احنا عايشين مع بعض زي الاخوات. او على فكره انت ممكن تلاقي نفسك من الاموات، او مشلوله وعلى كرسي ب4 عجلات، او يمكن يقول دي جالها جنان وقاعده في المورستان. صح، انت عارفه انه ممكن يطلعك مسجونه وبيشوف لك محاميين شاطرين؟ خدوا بالكم يا حلوين.